السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله في الفيديو ده يا جماعة هنتكلم على أهم 3 توصيات للرز في شهر 7. يعني التوصيات دي من مجموعة من المهندسين المتخصصين في الزراعة. أنا عن نفسي بستفاد منهم، فقلت أقول لحضراتكم على المعلومات دي بهدف يعني نفع الناس، وخصوصا اخواتنا الفلاحين اللي زارعين رز. اول توصية معانا النهاردة هي سرعة الانتهاء من السماد الازوتي وعدم الاسراف في السماد الازوتي. يعني كل فدان في الارض القوية شكرتين، والفدان في الارض الضعيفة 3 شكاية، لأن الإسراف في السماد الأزوتي يؤدي إلى النمو الخضري على حساب النمو الثمري، خصوصا في شهر 7، وبيؤدي إلى ضعف النباتات وهشاشتها، ويؤدي إلى الركض والإصابة بمرض اللفح. فخلي بالك من الموضوع ده. ضيف السماد الأزوتي في العمر المبكر للرز، لأن لما تضيف السماد الأزوتي في عمر مبكر بيؤدي إلى زيادة التفريع وقوة النمو، وبالتالي زيادة الإنتاج. دي أول نقطة معانا. تاني نقطة الفحص الدوري للرز لاكتشاف مرض اللفح. يعني لما تكتشفه مبكرا تعرف تعالجه، وهو عبارة عن بقع بنية تؤدي إلى احتراق الأوراق، وطبعا الأوراق مركز الغذاء في النبات. والصنفين 101 و104 هم أكتر صنفين معرضين للإصابة بمرض اللفح. تالت حاجة معانا النهاردة هي التبقع البني. برضو سرعة فحص الرز في شهر 7 يوميا تفحص الرز بتاعك عشان تكتشف التبقع البني ومرض اللفح. التبقع البني بيبقى عبارة عن نقص الزنك في الرز. فلو لقيت عندك تبقع بني يبقى على طول ترش الزنك المخلبي للأوراق. فده 3 توصيات مهمة جدا للناس اللي مهتمة بالرز، وده طبعا بيساعدك في زيادة الإنتاج وإن أرضك تجيب محصول كويس. ويسيب بقى موضوع الأسعار والحاجات التانية دي لوقتها، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. ده كان فيديو سريع كده، يعني كنت استشرت أحد المهندسين بما إننا يعني عندنا أرض وكده، فقال لي على ال3 نقط دول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.